السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية. غالب القاضي عاد إلينا من جديد. أنتم متخيلين كمية الكارثة؟ شاهدوا الفيديو حقه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبة المتابعين أينما تكونوا، حفظكم الله ورعاكم وكل عام وأنتم بخير. اليوم 12 من شهر فبراير 2025. أحبة الكرام، نزلنا بنزول إنساني من جهة فاعل خير إن شاء الله لتوزيع التمور وسلات الغذائية إن شاء الله قبل شهر رمضان بإذن الله رب العالمين. نتابع أنا وياكم. لكم الأمنيات والتقدير. كتب الله أجر أبو زكريا وأبو يحيى وكذلك أبو فاضل، ربي يحفظه. الكاميرا من أبو فاضل. لكم التحية والاحترام. هذا غالب القاضي رجع ليش؟ لأنه في ناس صدق. رجع ليش؟ لأنه في ناس أغبياء إلى وقتنا هذا، وهو عارف بغباء أغلبية الناس. طبعا اللي ما يعرفش غالب القاضي وهو غني عن التعريف، سلة غذائية، يتزوج بمرة. هذا الإنسان ما كان حد يعرفه إلا أمه، داريبه وحبسته لأنه قتل أخوه، وإحنا خرجنا وناشدنا وكنا نقول الأم هذه ظالمة والأم، بس كنا ما إحناش داريين إنه ما حد يعرف البني آدم هذا إلا أمه. كان ياخذ البنات المستضعفات الفقيرات بقيمة سلة غذائية ويهددهن ويهينهن ويحتال عليهن بمساعدة بين قوسين فاعلين الخير. فالآن قرب رمضان، فطلع بفيديو يقول لكم كراتين تمر ويا فاعلين الخير وكذا. في صدق وفي ناس يساعدوا الرجال هذا على أن يعني يستفعل أو إنه يستغل بنات اليمنيات بكل أريحية. أنا أرى إنه البني آدم هذا لازم يحارب. البني آدم هذا لازم نحن نوقفه عند حده. محكوم على إعدام عند جماعة الحوثي، نزل على أساس حضرموت ومسكوه، والآن خرج قوم نعم. سارق، هذا نصاب، هذا مستفعل بالمستضعفات. يشوف البنت المحتاجة اللي أسرته فقيرة وقال لي أنا بتزوجيك، وشلي حقه كامل ورجع رقم به. هي حامل مش حامل، هي حر. ويا ما استغل. واحدة انتحرت، أهله قتلوها والسبب هو اتزوجه فوق زوجه. والثانية جلس يعرب من الحديدة للسعودية، من الحديدة لا صنعاء، ويكرف به ومعه أمين شرعي ومعه شهود ومعه المصور حقه ومعه. هو لوحده عصابة، هو لوحده كارثة. الرجال هذا لوحده، هذا الرجال كارثة. فيا جماعة، أي واحد بيرسل له فلوس أقسم بالله لا نعمل على حملة محترمة. بنعمله حفلة داخل التواصل الاجتماعي. وأي شركة داخل اليمن، صرافة، كان الكريمي، كان الصيفي، كان النجم، كان الهيثم، أي صرافة أعرف أو ما أعرف إيش، تحول فلوس أو تستقبل فلوس وتسلمه للقاضي هذا غالب القاضي، والله لا نعمل عليهم حملة قعوع وهدم. هذا الرجال استغل حاجة الناس من كثر صدق. هذا كمان أزيد من الشرعية يتهبل بنا. داري إن إحنا مقاعدين هبل لأنه يطلع لكم برمضان على أساس إنه محبوس ابن الكلب. كيف طلع؟ منو معه؟ منو يدعمه؟ ماسك على المسؤولين هذول فيديوهات، مقاطع مع نسوان، مع رجال. كيف خرج؟ كيف يتخارج هذا؟ أبو 44 رجل بنيري. هذا يضحك على 50 مليون يمني لما يطلع لك قبل رمضان ب20 يوم ولا ب18 يوم وقال لك يا فاعلين الخير نحن الآن بنعمل سلة الغذائية وبنعمل كراتين تمر. سلة الغذائية منو ايش حول لك؟ مكسور الناموس. اللي يحول لك والله انه راضي على اخته من الان. هذا انا يزعل من زعل. اللي يحول لك وش يحول لك برضه برقم اخته، تجلس تدي له سله غذائيه. اللي يحول لك راضي على امه وراضي على مرته وراضي على عروضه كلهن. واللي يسلم لك البياس من اي شركه راضي على امه وراضي على اخته. واللي يوصلك فوق الموتور هذا راضي على امه وعلى اخته.
من يعمل لك لايك راضي على امه وعلى اخته، من ايدك راضي على امه وعلى اخته، من طبل لك راضي على امه وعلى اخته. هذا الرجل كارثة، هذا الرجل إمعة، هذا الرجل لا يؤكل ولا يشارب ولا يجالس ولا يجلس بمجالس الرجال ولا حتى يجلس بمجالس النساء. من راضي على امه تعامل مع الرجال هذا خاطركم.